بمناسبة ان النهاردة يوم ميلادي، فحابة اقول لكم على كلمتين ابرك من 10. بصوا بقى، انا دلوقتي سني عدى 45 سنة، وقصد اقول لكم على السن ديت عشان الموضوع اللي هتكلم فيه النهاردة. انا اول ما عملت النضارة دي كنت في اعدادي، وكنت دايما لما اشوف الناس اللي سنها كبير اشوفهم يلبسوا نضارتين، يقول لك دي نضارة للنظر ونضارة تانية للقراية. وكنت اتضايق قوي واقول يا سلام، طب انا عندي نضاره واحده وبشوف بيها وبقرا بيها، ايه الافوره اللي هم فيها دي؟ وكمان كنت اتضايق لما اشوفهم لابسين النضاره بالشكل ده وينزلوها كده شويه لما يجوا يقروا، كنت فاكره بيعملوا حركات. وطبعا انا ببرطم واقعد ساعات اكلمهم وساعات اتريق عليهم. وطبعا كعادتنا كمصريين بعد ما بنبرطم ونطلع اللي عندنا بنقول يلا دع الخلق للخالق. أنا دلوقتي بعد ما وصلت للسن دي لقيت نفسي وأنا اللي متعودة إني كل مدة طويلة قوي بغير النضارة، لقيت نفسي وأنا بقرا كده مش شايفة الكلام، بقيت بعمل كده عشان أقدر أشوف الكلام. افتكرت لما كنت بتريق على السن ديت وقلت لنفسي ياه، ده طلعوا ما كانوش بيستهبلوا، طلعوا ما كانش بيتدلعوا ولا حاجة، يعني ما كانتش منظرة ولا حاجة. وبعد كده ربنا وقع تحت ايدي الحديث دي اللي اول مرة اخد بالي منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معناه: القضاة ثلاثة، 2 في النار وواحد في الجنة، رجل عرف الحق فقضى به بين الناس فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقضي به وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق وقضى بين الناس على جهل فهو في النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدركت ساعتها المشكلة الكبيرة اللي أنا كنت واقعة فيها. إحنا ساعات كتير بنحكم على الناس وإحنا أصلا ما نعرفش أبعاد الموضوع. ساعات كتير الناس بتاخدنا علشان نفصل ما بينهم، أو يكون معانا زملاء عايزين نفصل ما بينهم، عيالنا عايزين نفصل ما بينهم، وما بنكونوش عارفين أحداث الموضوع كله، وندي حكم سريع ونبتدي نطلع ده غلطان وإنت مش غلطان وأنا ما سمعتش الطرفين، أو أنا بحب طرف عن طرف. خد بالك، انت طالما ما تعرفش حاجة عن الموضوع اسكت خالص وما تتكلمش وما تتدخلش في الموضوع. طيب دخلت في القصة، يبقى اعرف الأول معلومات عنها كافية إنك تقدر تدي حكم. فأنا لما كنت بحكم على الناس وهم لابسين النضارتين أنا بقضي عن جهل. ليه؟ لأن أنا ما عشتش اللي هم عايشينه، ما شفتش اللي هم شايفينه، ما حسيتش باللي هم بيقولوه، أو ما صدقتش اللي هم بيقولوه، فاديت الحكم وبناء عليها اتريقت عليهم لحد ما وقعت أنا في نفس المشكلة، وعرفت إن أنا كنت ماشية غلط، إن أنا كنت ساعتها كنت بضايقهم بكلامي. خد بالك، حكمك ديت ولسانك ده هتتحاسب عليه يوم القيامة، ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قال لنا اتق النار ولو بشق تمرة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما بالك بقى بالكلمة الطيبة، فما بالك بقى بان انا احس حتى بالناس اللي قدامي، اصدقهم لما يقولوا لي شيء، ما اقعدش اكذب ده واكذب ده، لدرجة ان انت ممكن حد يقول عليك كلام انت نفسك تستغرب، انا كده انا وحش بالشكل ده، من كتر الافوره اللي ساعات كتير بنعملها في الناس اللي حوالينا واحنا مش واخدين بالنا ان احنا ده داخلين تحت القاضي اللي بيحكم عن جهل وهو لا يعلم. انتبه للحديث ده، وانتبه لتصرفاتك واقوالك لانك هتحاسب عليها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.